السلام عليكم. النهارده هنعمل ستريبس. اول حاجه ان احنا بنجيب البانيه عادي وبنقطعه شرايح كده اهو، صوابع كده، ونجيب التوابل بتاعتنا. معانا كركم، توم باودر، بصل باودر، مرقه باودر دي بتتباع عند العطار، ملح، كمون، فلفل، بابريكا. كل حاجه منها حوالي ربع معلقه، ما عدا المرقه حوالي مثلا نص معلقه، وديت ربع كوباية لبن. هنيجي بقى نروح حاطين التوابل دي كلها كده اهي، تنزل كده كلها معانا، ونحط ربع كوباية اللبن نحطها، ونقلب كل ده مع بعض. جينا بعد ما حطينا التوابل واللبن انا حطيت شوية مية عشان احنا هنحتاج المية ديت لما لما هنيجي هنحمره، فانا هحتاج المية ديت علشان هتعمل طبقة عشان يبقى مقرمش معانا. وهنيجي هنسيبها اقل حاجه من ساعتين لثلاث ساعات، لو قبلها بيوم هيبقى احسن طبعا، لو مستعجله من ساعتين لثلاث ساعات. دلوقتي احنا سيبنا الفراخ حوالي 3 ساعات، انا مستبقاش قبلها بيوم انا عشان مستعجله عليها. وهنحضر لها بقى الخلطه بتاعتها. معانا حوالي ربع معلقه فلفل، برضو ربع كمون، نص بابريكا. وانا المره دي هملح بالمرقه، مرقه الدجاج حوالي معلقتين مثلا، انا مش هملح بالملح. وثلاث معالق نشا، ودوت حوالي كوبايه ونص دقيق. هاجي بقى اروح حاطه كل المكونات دي اهي مع بعض اهي. انا هحطهم في علبه، هقول لكم ليه دلوقتي. وهنيجي هنقلبهم كده، ندمجهم مع بعض. هنيجي نجيب قطعة الفراخ اهي، نروح حاطينها هنا اهو، وهنغطي العلبة ونقلب كده، نفتح قطعة الفراخ. واو، بصوا هي بتعمل طبقة، احنا عايزين الطبقة دي تبقى مقرمشة. هنحط هنا كمان مرة كمان في اللبن والمية اللي احنا قلنا عليه، ونروح عاملين كده اهو. هنحط تاني، ممكن بقى نحط كذا قطعة تمام معانا، مش مشكلة. نغطي العلبة ونقلب زي ما قلنا كده، بحيث ان هي تاخد الكور بتاعها كده مقرمش. ممكن بقى انتوا تعملوها في زيت، تحمروها بقى زيت غزير سخن، وتروحوا حاطينها فيه. انا هعملها في الاير فراير، فدي طبعا اصح اكتر. فهعمل ايه بقى قبل ما احطها في الاير فراير؟ معايا بخاخه اهي فيها زيت، هروح رشها كده اهو كده، واروح حطها في الاير فراير. انا رشيتها كده الفراخ بعد ما عملت الكفر بتاعها كله. رشيتها بالزيت البخاخه وحطيتها في الاير فراير اهو، زي ما انتم شايفين كده. لسه هتاخد اللون بتاعها، تبقى تحفه. بس نحطها حوالي 10 دقايق، ربع ساعه كده يعني، وهي اما تخرج هصورها ان شاء الله. ده بقى الشكل النهائي بتاعها بعد ما طلعت، وبألف هنا.